السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض شنطة جديدة، أتمنى كده يا رب تعجبكم. ما تنسوش كده لو لسه أول مرة بتشوفوني تشتركوا عندي في القناة، وأهم حاجة تفعلوا الجرس. كمان لو عجبكم الفيديو ما تنسوش كده تضغطوا لي على اللايك وتقولوا لي في كومنت إيه رأيكم في شنطتنا بتاعت النهاردة. ويلا كده بينا نبدأ على خطوات العمل. الخيط اللي احنا هنستخدمه النهاردة هو خيط مكرمية قطن بيور، تقدروا تستخدموا أي خيط متاحة معاكم. والخيط ده هستعمل معاه إبرة مقاس رقم 3.5، وهنحتاج لماركر. هنبدأ نعمل عقدة بداية، وهرتفع 36 غرزة سلسلة. كده بعد ما ارتفعت 36 غرزة سلسلة، وال36 دول مقاسهم 20 سنتي، هنبدأ دلوقتي نسيب أول غرزة وهنروح في ظهر السلسلة التانية ونبدأ نشتغل غرز حشو. فوق كل غرزة هبدأ أشتغل غرزة حشو واحدة لحد ما بوصل لآخر السطر. كده خلاص وصلنا لآخر السطر. هنبدأ دلوقتي إن احنا نرتفع سلسلة وهنلف الشغل، وهنبدأ نشتغل تحت الحلقتين فوق كل غرزة كده غرزة حشو لحد ما بنوصل لآخر السطر. وبنبدأ ان احنا نرتفع سلسلة ونلف الشغل، ونبدأ برضو نشتغل تحت الحلقتين غرز حشو. انا هرتفع كده عدد من السطور وبعدين ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. كده بعد ما ارتفعت 10 سطور من غرزة الحشو، هديكم بقى العرض بتاع القاعدة 6 سنتي. طبعا اللي حابب يكبر القاعدة عن كده طول وعرض مفيش مشكلة، بيزود سلاسل البداية وبيرتفع سطور أزيد برضو من اللي احنا ارتفعنا بيها. هنا كده العرض 23 سنتي تمام، والارتفاع بتاعها قلنا 6 سنتي. دلوقتي بقى هنبدأ نشتغل غرز حشو على القاعدة. شايفين آخر غرزة احنا اشتغلناها دي؟ هبدأ أدخل كده في نفس الغرزة واشتغل غرزة حشو، وغرزة الحشو دي هنحط فيها الماركر. شايفين الحلقة المايلة دي كده سطر اشتغلناه، يبقى هدخل تحت الغرزة كده ونشتغل حشو. وتحت العقدة اتفقنا ان دي كمان بتكون سطر، فبدخل تحت العقدة كده واشتغل حشو. حلقة مايلة، يبقى انا مرة بيقابلني حلقة مايلة ومرة بيقابلني عقدة تمام، علشان محدش يتلخبط انا هدخل فين بالظبط واشتغل غرزة الحشو. الغرزة اللي بعدها شايفين عقدة، هدخل تحت العقدة كده بالظبط واشتغل حشو. الحلقة المايلة هدخل، شايفين انا بدخل تحت حلقتين وبسيب حلقة تحت علشان ما يحصلش فراغ معايا في القاعدة او بين جسم الشنطة والقاعدة. عقدة هشتغل ايه؟ غرزة حشو. الحلقة المايلة عقدة اشتغل غرزة حشو. شايفين اول غرزة معايا هنا هشتغل فيها غرزتين حشو في نفس المكان، يعني انا باجي في الزوايا بنشتغل تزايد. ادي اول غرزة وادي تاني غرزة في نفس المكان. بالشكل ده هبدأ اكمل لحد ما اوصل لاخر السطر غرز حشو فوق كل غرزة. كده خلاص وصلت لاخر السطر. هبدأ في اخر غرزة هنا في الزاوية معايا هشتغل برضو فيها غرزتين حشو. هروح للسطر اللي في السطور اللي في الجنب هنا وابدأ اشتغل فوق كل سطر كده اشتغلناه غرزة حشو. شايفين العقدة اهي، هندخل تحتها ونشتغل حشو. الحلقة المايلة شايفين انا باخد حلقتين بس وبسيب حلقة تحت. طيب يبقى بنكمل كده فوق كل سطر اشتغلناه كده غرزة حشو، وهاجي برضو في الزاوية هنا اشتغل غرزتين حشو. شايفين الغرزة اللي في الزاوية هنا اللي هي مع الغرز اللي في الناحية دي بشتغل فيها غرزتين حشو، وببدأ أكمل كده غرز حشو فوق كل غرزة لحد ما بوصل للماركر هنا. هخلص كده وبعدين أرجع لكم علشان نكمل مع بعض.
دلوقتي بقى هنبدأ نشتغل سطور ثبات وهنشتغل حلزوني. حلزوني يعني انا باجي في الماركر هنا اشيل الماركر واشتغل على طول غرزة حشو، ما اقفلش السطر بمنزلقة وارتفع سلسلة. وقلنا ان احنا بنشتغل حلزوني طالما احنا بنشتغل بغرزة الحشو، يستحسن ان احنا نشتغل حلزوني علشان ما يطلعش معايا خط مايل كده في الشغل بيكون باين، فاحنا بنتفادى الموضوع ده بان احنا بنشتغل ايه؟ حلزوني. تمام. فاحنا كده هنشيل الماركر ونشتغل على طول غرزة حشو، بس اهم حاجة ما ننساش ان احنا الماركر ده نحطه تاني مكانه. طبعا كل ما نيجي نشتغل في الغرزة دي ونبدأ سطر جديد هنلاقي الشغل برضو بيرتفع معانا. ونبدأ نشتغل كده فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة تحت الحلقتين. طيب علشان ما اطولش عليكم، احنا خلاص كده هنشتغل سطور ثبات، شنطة سهلة جدا. هنشتغل كده فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما بوصل للماركر، وزي ما اتفقنا بنشتغل حلزوني، يعني هشيل الماركر بس واشتغل هنا غرزة حشو وابدأ السطر الجديد بتاعي. اهم حاجة ما انساش ان انا احط الماركر تاني مكانه. انا هرتفع كده سطور ثبات وبعدين ارجع لكم بقى علشان نكمل مع بعض. كده خلاص بعد ما ارتفعنا 24 سطر من غرزة الحشو، هناخد بقى ارتفاع ال 24 سطر دول هنا كده 16 سنتي. بنبدأ نقسم الشنطة بالشكل ده، وهنبدأ ان احنا نتني الشنطة كده. احنا عايزين نعمل فراغات للإيد في جسم الشنطة. طيب لو حد معاه عدد غرز اكبر من اللي معانا، عشان لو حد مكبر الشنطة ولا حاجة، احنا بنقسم الشنطة بالشكل ده. احنا عايزين نعمل 4 فراغات في جسم الشنطة، 1 2 3 4. قسمنا الشنطة بالنص اهو. هبدأ احدد كده الاماكن اللي انا هشتغل فيها فراغ، انا عايزاهم يكونوا قصاد بعض. فهنشوف كده معايا قبل الماركر هنا، شايفين الماركر في النص اهو، معايا قبله 1 2 3 4 5. فانا هعد غرزتين وفي التالتة هنا هحط ماركر. هنا برضو هعد من بعده كده 1 2 وفي التالتة هحط ماركر. تمام. طيب هنا كده كام غرزة لحد هنا؟ 1 2 3 4 5 والستة اللي هي في الزاوية هنا اهي. هعد من بعدها كده 1 2 وفي التالتة هحط ماركر. وهنا برضو هاجي من بعد الغرزة اللي في الزاوية هنا برضو واعد كده 1 2 وفي التالتة هحط ماركر. يبقى انا كده الغرزة اللي فيها الماركر هي اللي هشتغل فيها ايه؟ فراغ. هنشيل بقى الماركر اللي في النص هنا اللي انا كنت قاسمة بيه الشنطة. تمام. هنبدأ بقى نشوف هنشتغل ازاي. خلاص احنا اشتغلنا اول غرزة خلاص في السطر. الماركر اللي لونه موف ده مش هنشيله، اهم حاجة نكون عارفين فين الماركر اللي في بداية السطر. هشتغل غرز حشو لحد ما اوصل للماركر هنا. الغرزة دي هسيبها مش هشتغل فيها. كده جيت للغرزة اللي فيها الماركر، هرتفع مكانها سلسلتين واروح في الغرزة اللي بعدها. انا هتخطى كده الغرزة اللي فيها الماركر، هروح بقى للغرزة اللي بعدها واشتغل حشو لحد برضو ما اوصل للغرزة اللي فيها الماركر هنا مش هشتغل فيها. هرتفع سلسلتين، وصلنا للغرزة اللي فيها الماركر هرتفع بدلها سلسلتين وهتخطاها واروح في اللي بعدها اشتغل غرز حشو لحد ما بوصل برضو للماركر اللي عليه الدور. هرتفع برضو سلسلتين وهتخطى الغرزة اللي فيها الماركر واروح في اللي بعدها ابدأ اشتغل غرز حشو. طيب هنمشي كده غرز حشو هنا كده، هنمشي غرز حشو لحد ما نوصل للتقسيمة اللي هتكون برضو على الناحية التانية. هنا نفس اللي احنا اشتغلناه هنا بنكرره على الناحية التانية.
نبدأ نتني الشنطة بالنص كده، نتني الاتنين قصاد بعض عشان تطلع بس معانا مظبوطة. تمام، قسمة الشنطة اهي. هبدأ اعد كده من بعد الماركر 1 2 وفي التالتة هحط الماركر. نص الشنطة اهي 1 2، نص الشنطة اهي هعد كده من بعده 1 2 وفي التالتة هحط الماركر. احنا اتفقنا ان احنا معانا هنا 5 غرز وهنا برضو 5 غرز. عايزين نحدد الفراغ اللي هيكون بره هنا. هعد كده تاني من النص 1 2 3 4 5، والستة دي هي اللي فيها الماركر اللي هي في الزاوية ملناش دعوة بيها. بعد من بعدها كده 1 2 وفي التالتة نحط الماركر. انا هشيل الماركر اللي في نص الشنطة، تمام، اللي انا كنت قاسمة بيه نص الشنطة. خلاص، هعد كده 1 من بعده 1 2 3 4 5، الستة دي ملناش دعوة بيها. بعد من بعدها 1 2 وفي التالتة هحط الماركر. انا عايزه بس اوضح لكم الفكره بتاعتها علشان محدش يكون متلخبط. اهم حاجه ان انا الفتحات بتاعت اليد تكون قصاد بعضها، تمام اهي، شايفين الفتحات قصاد بعضها اللي احنا هنشتغلها. يبقى احنا كده علمنا الاماكن اللي احنا هنشتغل فيها الفراغات لايد الشنطه. هنبدا دلوقتي نكمل غرز حشو لحد ما بنوصل للماركر اللي هنا. كده وصلنا للفراغ. شايفين الماركر ده مش هشتغل في الغرزة دي، هرتفع هنا سلسلتين، هتخطى بقى الغرزة اللي فيها الماركر واروح في اللي بعدها اشتغل حشو لحد ما بوصل للماركر اللي بعده. هنا هنرتفع سلسلتين وبنتخطى الغرزة اللي فيها الماركر واللي بعدها اشتغل حشو. جينا للغرزة اللي فيها الماركر، يبقى ارتفع سلسلتين واتخطى الغرزة اللي فيها الماركر واروح للي بعدها اشتغل حشو. اخر ماركر معايا هنا هرتفع سلسلتين وهتخطى برضو الماركر ده واروح في الغرزة اللي بعده اشتغل حشو. هكمل كده غرز حشو لحد ما اوصل للماركر اللي هنا. كده وصلنا للماركر اللي هنا، فهبدأ ان انا ارتفع سلسلتين، اتخطى الماركر وفي الغرزة اللي بعده اشتغل حشو. هنبدأ نشيل كل الماركر اللي احنا كنا حاطينها علشان نشتغل بيها الفراغات او محددين بيها اماكن الفراغات. بس اهم حاجة الماركر اللي كان في بداية السطر نسيبه زي ما هو علشان واحنا بنقفل الشغل بتاعنا. هشتغل غرزة حشو. الماركر اهم حاجة منساش ان انا احطه تاني مكانه. شايفين هنا كده السلسلتين او ارتفاع السلسلتين اللي احنا كنا عملناهم دول. هنيجي في الفراغ هنا هنشتغل غرزة حشو واحدة. اروح لغرزة الحشو كده اللي عليها الدور واشتغل فوقها غرزة حشو.
السطر ده هنمشيه ازاي؟ فوق الحشو هشتغل حشو، وفي كل فراغ هشتغل غرزة حشو واحدة. جيت للفراغ هشتغل اللي هو ارتفاع السلسلتين، شايفين الفراغ بتاعه، هشتغل فيه غرزة حشو واحدة. يبقى انا هكمل كل السطر كده، فوق الفراغ هشتغل غرزة حشو واحدة، وفوق كل غرزة حشو هشتغل غرزة حشو. هخلص كده السطر ده وبعدين ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. كده خلاص بعد ما اشتغلت فوق كل الغرز غرز حشو، هنبدأ دلوقتي ان احنا ننهي السطر بتاعنا، بس هنسيب مسافة كده علشان نقفل السطر وننظف الخيط تحت الغرز. شايفين الغرزة اللي كان فيها الماركر دي؟ انا هتخطاها واروح شايفين الغرزة اللي كان فيها الماركر دي؟ انا هتخطاها وهروح للغرزة اللي بعدها، هدخل كده تحت الحلقتين وهرجع ادخل تاني من نفس المكان اللي كان طالع منه الخيط، واخد كمان الحلقة اللي بتكون تحته دي بالشكل ده. هنبدأ دلوقتي ان احنا ننظف الخيط بقى ونثبته تحت الغرز. هنبدأ نعمل عقدة بداية. طيب عدد الأمتار اللي أنا سبتها في بداية الشغل هنا 7 متر، وبعد ما نشتغل برضو هقول لكم بالظبط احنا خدنا كام من 7 متر. ده الخيط اللي جاي من ناحية البكرة، وده الخيط اللي احنا سبناه في بداية الشغل. هلفه كده على الإبرة، ألف الخيط على الإبرة واطلع من الحلقتين اللي على الإبرة، ارتفع بالغرزة دي كده شوية أو بالحلقة دي، أبدأ ألف الخيط، أخلي ارتفاع السلسلتين قصاد بعض، وابدأ اخد لفة بالإبرة واطلع من الحلقتين، ارتفع بالحلقة دي شوية. ده الخيط اللي احنا سايبينه في بداية الشغل، هاخد لفة كده بيه على الإبرة، ارتفاع الغرزتين اهو او اللفتين قد بعض، هاخد لفة واطلع من الحلقتين. كده بعد ما ارتفعت عدد من السطور كده لايد الشنطة، هبدأ دلوقتي ان انا انهي السطر. شايفين الخيطين دول كده؟ هبدأ اخدهم مع بعض وارتفع سلسلة، هسيب مسافة كده من الخيط، هبدأ ادخل دلوقتي في الفراغ. شايفين الفراغ ده؟ هدخل من هنا هطلع من الفتحة اللي في الجنب وادخل في الفتحة اللي بعدها من بره لجوه، من بره لجوه كده بالشكل ده.
هجيب دلوقتي طرف الخيط ده بإبرة التنظيف كده، وهبدأ أخيط هبدأ اجيب دلوقتي الخيط البينك ده واعمل عقدة بداية وارتفع بالحلقة دي كده شوية، ممكن ندخل عادي من اي غرزة. انا هاجي في الغرزة اللي في الجنب هنا وابدأ اسحب الحلقة وارتفع سلسلة في نفس المكان، اشتغل حشو. هنبدأ نشتغل سطر كده فوق كل غرزة غرزة حشو، هشتغل كده داير ما يدور الشنطة غرز حشو. هخلص كده وبعدين ارجع لكم. وده كده شكل شنطتنا بعد ما خلصت. شنطة بجد في منتهى الجمال والسهولة، كمان كمية الخيط اللي خدتها الشنطة دي اقل كمان من بكرة. شايفين ده كده اللي بقى من البكرة معايا. ما تنسوش بقى كده تقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، وبفكركم كده لايك وشير مع الاصحاب علشان الكل يستفيد. كمان لو لسه مكملين معايا لحد دلوقتي وناسيين تشتركوا في القناة، يسعدني طبعا انضمامكم للقناة. اشوفكم كده على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.